السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي قناة احلى الاكلات مع بوسي. لو لاول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد على قناتي. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة عمل البسكوت او البوتفور. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله لونه ذهبي اهو، وده ظهره من فوق زي تحت لون موحد. يلا بينا نبدأ. عندنا المقادير بتاعتنا 1 كيلو من الدقيق، ويفضل يكون 5 نجوم او دقيق مخبوزات. عندنا 2 كوب سكر بودرة، ويكون مطحون كويس جدا. معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من ريحة البرتقال، نص كوب جوز هند ناعم، ويكون ناعم جدا الجوز الهند. وعندنا ربع كيلو من الزبدة، و400 جرام سمنة. هبدأ ان انا اجيب بولة وانزل بالزبدة والسمنة، وانزل بال2 كوب سكر بودرة زي ما انتوا شايفين. وعندنا 4 بيضات عليهم نص معلقة صغيرة من الفانيليا. دي ريحة البرتقال، هبدأ ان انا اخد منها معلقة صغيرة واحطها على جنب. مش هستخدمها طبعا في المرحلة دي، في المراحل الجاية ان شاء الله. اول حاجة ببدأ ان انا انزل بالسمنة والزبدة والسكر في بولة. طبعا لو مش متوفر عندك زبدة ممكن ان انت تشتغلي بالسمنة عادي، وهتديكي نتيجة حلوة ان شاء الله وتعجبكم. ببدأ ان انا اجيب مضرب كهربا بتاع بيض، ممكن لو عندك عجان تستخدميه، ولو مش متوفر عندك مضرب كهربا او عجان اشتغلي بايدك عادي. هتفضلي تربي فيهم لحد ما الخليط ينعم معاكي وحجمه يتضاعف ولونه يفتح. زي ما انتوا شايفين بدأ الخليط يفتح معايا. بفضل اضرب من 10 دقايق لربع ساعة. واهم حاجة الضرب، ده دليل على نجاح البسكوت بتاعي او البوتفور. ما شاء الله طعمه بيبقى جميل جدا واحلى من اللي بنشتريه من المحلات. ويا رب تجربوا الوصفة وتكتبولي رأيكم في التعليقات. ويا ريت ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك للفيديو، وتكتبولي تعليق حلو عشان تعليقاتكم بتفرحني جدا. وزي ما انتوا شايفين الدنيا بقت غالية جدا، ممكن ان احنا نعمل كل حاجة في البيت، وزي اللي بنشتريها من المحلات الكبيرة. وما شاء الله طعمه بيبقى جميل جدا ومقرمش، وبيبقى مش مستحمل اللي انت تمسكي البسكوتة. هو اكنه بوتفور مش بسكوت. انا ساعات بحشيه شوكولاتة وبعمله بوتفور، بس كل اللي داقه قال لي بوتفور مش بسكوت. فيا رب تجربوا الوصفة وتكتبولي في التعليقات رأيكم. وزي ما انتوا شايفين بضرب بالتقليب المستمر اهو على اتجاه واحد. ممكن تشتغلي بايدك عادي جدا،
بيبقى الضرب بتاع الايد حلو جدا. بدأ ان الخليط بتاعي يتضاعف حجمه، زي ما انتوا شايفين. بضرب اهو ولونه افتح معايا خالص اهو، بقى كريمي شبه الكريم شانتيه اللي بنزوق بيه الاسبونشات او التورتيات لأعياد الميلاد. الخليط بيبقى شبه الكريم شانتيه، زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. تضاعف حجمه اهو ولونه افتح خالص. هبدأ ان انا اكون مجهزة البيض بتاعي، وحط عليه النص معلقة صغيرة من الفانيليا، زي ما انتوا شايفين معاكم اهو. ما شاء الله لونه افتح خالص اهو. وطبعا انا مشغلة الفرن بتاعي على حرارة 180. زي ما انتوا شايفين الخليط لونه افتح خالص وكده بقى مظبوط. هبدأ ان انا انزل بيضة بيضة لحد ما تختفي. بنزل بالتانية، مش بنزل مرة واحدة بالبيض، بنزل واحدة ورا التانية. اول ما بتبدأ ان هي تختفي بس بنزل بالتانية على طول. زي ما انتوا شايفين مش بضرب كتير، يا دوب بس ان البيضة تختفي بنزل باللي بعدها. بدأت ان البيض يختفي تماما اهو. هبدأ انزل بنص كوباية الجوز الناعم. الجوز ده اختياري، انا بحب احطه في البسكوت او البيتفور، بيديله طعم جميل جدا. ممكن ان انت تستغني عنه، بس انا بحب احط الجوز الناعم في البسكوت او البيتفور، بيديله طعم حلو قوي. ونزلت بالمعلقة عصير البرتقان او ريحة البرتقان. الاحسن يكون ريحة برتقان اللي هي العلب دي، عشان ريحتها بتبقى قوية وطعمها بيبقى احلى. بدأ ان كله يتجانس مع بعض اهو، زي ما انتوا شايفين ده شكل الخليط بتاعي. هبدأ بقى ان انا انزل بالدقيق. طبعا الدقيق يكون نوع كويس خاص بالبسكوت. انا استخدمت دقيق 5 نجوم، زي ما انتوا شايفين. طبعا مفضتش الكيس كله، سبت حوالي 3/4 كوباية كده في الكيس. لو لقيت العجينة لسه محتاجة معايا هنزل بباقي الدقيق، مش بنزل بيه مرة واحدة. وهبدأ بقى اللي انا اغلف الخليط بالدقيق، يا دوب بس ان انا ادخل الدقيق في الخليط، مش بعجن، يا دوب بس ان الدقيق يختفي تماما كده يبقى العجين خلص معايا. مش بعجن، يا دوب بس ايه، بدخل الدقيق في الخليط اللي انا ضربته. زي ما انتوا شايفين اهو.
معلش بقى التصوير ما كانش واضح شوية. هبدأ ان انا افضي بقية دقيق اللي انا سبتهم على جنب اهو. كده الكمية دي اخدت معايا كيلو الدقيق كله. زي ما انتوا شايفين ببدأ ان انا الم العجينة اهو، بس مش بعجن. طبعا انا مشغلة الفرن عشان ادخل الصواني بتاعتي في الفرن. مدة التسوية بتاعته من 25 دقيقة ل35 دقيقة. بحطه على الرف اللي في النص وبشغل من تحت. اول ما بياخد لون ذهبي بفتح عليه الشواية على الهادي خالص وبسيبه على نفس الرف، مش بحركه. وده شكل البسكوت بتاعي او عجينة البسكوت. شكلها بيبقى ملزق كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ ان انا اجيب صينية زي ما انتوا شايفين اهو، وهبدأ ان انا اوريكم. دي البلبلة بتاعت البسكوت. انا القمع بتاعي اتقطع فاشتغلت بايدي عادي، مفيش حاجة عطلتني. ممكن لو عندك قمع تستخدميه. انا اشتغلت بايدي وما شاء الله كان جميل جدا. وزي ما انتوا شايفين ببدأ ارص معاك اهو في الصينية، بضغط لتحت مش برفع ايدي اهو. ببدأ انزل اهو بالقمع لتحت وارفع ايدي بكل سهولة، مش متعب خالص اهو. وبشتغل بايدي من غير قمع. ببدأ ان انا اعمل معاكم تاني اهو، سهل جدا. دي بلبلة البسكوت او قمع البسكوت، بيبقى شكله مشط كده زي ما انتوا شايفين. ببدأ اعمل معاكم تاني اهو بكل سهولة. ما شاء الله شكله جميل. كل حاجة قدامكم اهو. زي ما انتوا شايفين اهو. ببدأ اعمل معاكم اهو. اتعمل بكل سهولة. هبدأ ان انا اخلص الصينية وادخلها الفرن على حرارة 180 الاول، وبعد كده بهدي النار. بتقعد من 25 دقيقة ل35 دقيقة في الفرن. ولو متوفر عندك فرن غاز ممكن تعملي فيه، بيبقى جميل جدا. لو مش متوفر استخدمي فرن البوتاجاز عادي. زي ما انتوا شايفين. معلش التصوير ما كانش واضح شوية، ما خدتش بالي ان التليفون بعيد
عن التصوير. وده شكل الصينية بعد ما انا خلصتها. ما شاء الله، رصاه بكل سهولة اهو في الصينية. هبدأ اللي انا ادخله الفرن اهو. كل حاجة معاكم واضحة. وده شكله بعد 25 دقيقة. ما شاء الله، بدأ ان هو يدي لون معايا اهو. وده شكله بعد 30 دقيقة. ما شاء الله، مش محتاج كلام، هو بيتكلم عن نفسه. وده شكل الصينية بعد ما خرجتها من الفرن على طول. اول ما بخرجها من الفرن ببدأ اللي انا احرك البسكوت بتاعي او البطفور من الصينية عشان ما يلزقش في الصينية. ببدأ ان انا احركه بسكينة او بمقطع، اهزه كده علشان ما يلزقش معايا في الصينية. وزي ما انتوا شايفين وشه شبه ظهره، كله لون واحد موحد. وده كان شكله بعد ما انا قدمته. ويا رب تجربوا الوصفة وتعجبكم. وما تنسوش تكتبولي رأيكم في التعليقات عشان تعليقاتكم بتفرحني جدا. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. بجيب بسكوتة تانية معاكم اهي. هو مش مستحمل اللي انا امسكه. ما شاء الله، بيفري ومقرمش وجميل جدا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم.